السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنطلق الدور 11 من الدوري المغربي بقمة الموسم بين الوداد والرجاء في الدرب البيضاوي الذي فقد كثيرا من بريقه بسبب كثرة الترحيل وكثرة المباريات بدون جمهور، حيث لم يعد ذلك الصخب والشغب الذي يسبق كل مباراة. وحتى كثرة التخبطات لدى الناديين أثرت بشكل سلبي على مستوى الفريقين. فالرجاء بعد موسم ذهبي حقق ثنائيات البطولة وكأس العرش، الكل كان يمني النفس باستمرارية وتحقيق الاستقرار التقني والإداري وتعزيز الفريق بلاعبين جدد من أجل البحث عن اللقب الرابع الإفريقي. فقد حدث العكس باعتقال رئيس الفريق في ألمانيا ورحيل المدرب الألماني جوزيف زيمباور نحو السعودية. فتم تغيير إدارة الفريق بانتخاب عديل هالة رئيسا للفريق، وتم تعيين سيفكو مدربا للرجاء. فكانت النتائج كارثية وتراجع واضح في الأداء اللاعبين، مما أدى إلى إقالة المدرب وطاقمه التدريبي. وتم التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينو، والذي حتى الآن لم يجد التوليفة المناسبة لتحقيق النتائج إيجابية، حيث لعب 4 مباريات تعادل فيهم جميعا. ورغم دعم الجماهير والمكتب المسير، فإن أي نتيجة سلبية في الديربي قد تعجل برحيل المدرب البرتغالي. من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، دخل الفريق الأخضر في تربص مغلق خلال التوقف الدولي، ولم يسمح حتى لوسائل الإعلام من زيارة معسكره. كما خصص المكتب المسير والمنخرطين مبالغ مالية مهمة لتحفيز اللاعبين على الفوز، ولما لا العودة إلى المنافسة على لقب البطولة، حيث تأمل الجماهير الرجوية تحقيق الانتصار الرابع على التوالي على الغريم في الديربي، وتكون أيضا انطلاقة حقيقية للفريق نحو النتائج الإيجابية. وكذلك الاستعداد الجيد للمنافسات الإفريقية، حيث سيبدأ الفريق أولى مبارياته أمام أمام الجيش الملكي، ثم خروج الإفريقي إلى صن داونز، حيث تنتظر هناك مباراة صعبة. في الجهة المقابلة نجد الوداد الرياضي، وبعد تغيير الفريق بنسبة 99% ورحيل أبرز ركائز الفريق وانتداب أكثر من 20 لاعب، وإدارة جديدة تحت قيادة الجنوب إفريقي رولان مكوينة وتحت رئاسة هشام إتمنى، بدأ الفريق الموسم بنتائج متباينة مع أداء لم يقنع الجماهير الودادية، حيث يحتل الفريق الرتبة 6 مع 4 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم. ورغم ذلك يتلقى مكون والفريق دعما جماهيريا غير محدود، لكون الفريق في طور البناء. وأيضا تعرض الفريق لمجازر تحكيمية في عديد من المباريات. وتبقى هذه المباراة مهمة بالنسبة للوداد، حيث الانتصار يعني الاقتراب من المقدمة، والهزيمة يعني الابتعاد عن المنافسة على اللقب. وتعول الجماهير الحمراء كثيرا على اللاعبين مثل نياك من أجل صنع الفارق، حيث أن اللاعب مر بفروق عالمية مثل إس ميلان الإيطالي، وكذلك حمزة الساخي وتجربة جمال الحركاس قائد الدفاع الأحمر. يذكر أن المباراة ستجرى بملعب العربي الزاولي يوم الجمعة على الساعة 6 مساء بدون جمهور، بعد اجتماع الفريقين والمسؤولين المحليين والمسؤولين الأمنيين، حيث يستمر حرمان الجماهير من الإبداع داخل المدرجات. وهذه المباراة تعتبر فاصلة في حيث تعتبر هذه المباراة فاصلة في مسيرة المدربين الاثنين رونالد مكوينة وسافيتو، حيث ممكن أن تتم إقالة أحد المدربين في حالة خسارتهما المقابلة.